عارفه يا مامي اكتر حاجه بتوجع القلب ايه؟ لما تلاقي ابنك تعب وحفظ كلمات قد كده وبيجي في الجرامر ينقص درجات تافهه جدا. النهارده انا جاي اقول لك ارتاحي خلاص، الجرامر ده لعبتنا وهنخليه اسهل من شرب الميه عشان طفلك يتعلم ببساطه، وننسى بقى خناق المذاكره والجرامر اللي ملوش اخر. انا لخصت لك الليله دي كلها في الورق بتاع النهارده، هوريك ازاي ببساطه نقدر نحول الجرامر من عقده للعبه جامده جدا. ركزي معايا في الفيديو بتاع النهارده ده اللي هيخلي ابنك يحل الامتحان وهو حاطط رجل على رجل. تعالي نشوف اول تكه معانا واول لغز معانا لازم يتحل لان الكل بيغلط فيه وبيضيع درجات، والحل بتاعها موجود في شنطه اس. تعالوا نشوف ايه حكايه اس. بيقول لي هنا she not her backpack every day. لازم تركز قوي في كلمه ايه every day. every day دي مفتاح من مفاتيح البريزنت سيمبل، فلازم تبقى عارف ايه هو البريزنت سيمبل اصلا وازاي بنستخدمه. حاجه بسيطه جدا معايا في دي جدا، اللي هي she وهي وات، دول بيحبوا الفيرب معاه اس. يعني لما تلاقي الشي والهي والات تحط ايه؟ تحط الفيرب فيه اس. طالما في every يبقى انا هاخد carries اللي هي ايه؟ وليه هنا حاطط اي اي اس مش حاطط اس واحده بس؟ في حاجه هنا بتقول في الفيرب بتاع study لما يكون اخر حرف واي واللي قبله ساكن، شيل الواي وحط بدلها اي وبعدين حط اي اس. هنا بيقول لك ايه؟ some children not sports after school. some children دي لازم تركز هنا، هي some children دي مفرد ولا جمع؟ some children يعني بعض الأطفال، فكده ده جمع. فالجمع عندنا ما بيحبش اس، لأن اللي بيحبوا اس أهم الشي والهي والات، الفيرب معاه اس بس، غير كده لأ. يبقى أنت في الحالة دي من غير ما تفكر هتاخد play. تعال نشوف اللي بعدها بيقول لك إيه؟ I not to school in the morning. طب أنا من غير ما أفكر برضو أنا قلت لك الآي مين اللي هم مش بيحبوا الاس؟ واوعى تفكر في اي ان جي. ليه؟ عشان اي ان جي عايزه هنا عصايه، يا اما ام يا اما ار يا اما از. طب لو ما فيش دنيا مش راغده، لا ما تحطش برضو اي ان جي. ركز تمام. يبقى انا طالما شفت اي هحط ايه؟ هحط جو. ولسه اللي جاي اخطر، انصح لكم اخطر التريكات اللي في اللغه الانجليزيه للصف الرابع. تابع واعمل فولو عشان ينزل لك كل جديد.